وسهلا بيكم في اولى حلقات قناه الغلابه. لو لسه بتتابعنا جديد واكيد بتتابعنا جديد فعايزك تضغط لايك للحلقه دي وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زرار الجرس وتتابعنا على الفيسبوك والانستجرام وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب ونوصل الحلقه دي ل 20 لايك. 20 لايك ايه يا اسطى؟ كتير؟ خلاص نوصلهم ل 50 لايك. انزل بالانترو يا عم. منتخبات النجم الواحد، وهنا اكيد بقصد النجم الواحد في المنتخبات اللي هتشارك في كاس العالم 2022. في المركز الثامن بيجي معانا لاعب منتخب المكسيك هيرفينج لوزانو. هيرفينج لوزانو لاعب نادي نابولي واللي بيلعب دولي مع منتخب المكسيك من 2014 واتدرج في المنتخبات من تحت 17 سنه لحد تحت 21 سنه، واللي لعب اول مباراه دوليه ليه في 2018. صاحب ال 27 سنه هو ابرز لاعبي منتخب المكسيك، واللي بيعتبر بعد اعتزال تشيتشاريتو هو اللاعب اللي بتحمله جماهير المكسيك مسؤولية الصعود من دور المجموعات في قطر 2022. في المركز السابع بيجي معانا لاعب المنتخب الامريكي بوليزيتش. كريستيان بوليزيتش صاحب الاصول الكرواتيه ولاعب المنتخب الامريكي من 2013 واللي حقق معاهم بطوله الكونكاكاف سنه 2020. بوليزيتش لاعب نادي تشيلسي والمنضم من بروسيا دورتموند واللي قدر يحقق مع بروسيا كاس المانيا 2017. ده غير انه طبعا حقق مع تشيلسي بطوله الشامبيونز ليج وحقق معاهم كمان السوبر الاوروبي وبطوله كاس العالم للانديه. بوليزيتش هو اللاعب الابرز لمنتخب امريكا واللي اكيد جماهير امريكا بتعول عليه في احداث مفاجأة في مونديال قطر 2022. بعد تأهل المنتخب الدنماركي بصعوبة لكأس العالم 2022 كان لازم نجيب سيرة اللاعب كريستيان إريكسن. كريستيان إريكسن بعد بطولة اليورو خصوصا في مباراة فنلندا وفي الدقيقة 42 وبعد سقوطه على أرضية الملعب وإصابته بالسكتة القلبية، كتير مننا افتكر إن مسيرة كريستيان إريكسن الكروية انتهت في الملاعب، ولكن كريستيان إريكسن كان ليه رأي تاني وقدر ان هو يرجع تاني للبريمير ليج من بوابة نادي برينتفورد ومنها لنادي مانشستر يونايتد، واللي قدر من خلالها ان هو يقدم مستويات كويسة جدا في وسط ميدان المانيو تحت قيادة إيريك تين هاج. إريكسن صاحب ال 30 عام والحاصل على الدوري الهولندي 4 مرات ووصيف التشامبيونز ليج مع نادي توتنهام سنة 2019 واللي حصل على بطولة الكالتشيو مع انتر ميلان سنة 2020 واللي بيعتبرها كريستيان إريكسن هي البطولة الأغلى في مسيرته الكروية. كيلور نافاس قائد منتخب كوستاريكا ولاعب نادي البي اس جي واللي انتقل في سنة 2019 من نادي ريال مدريد بعد فترة تاريخية قدر انه يحقق فيها كل البطولات الممكنة بين جدران السانتياغو برنابيو. اللاعب الاكثر تأثيرا في منتخب كوستاريكا من 2014 واللي بيلعب ثالث كاس عالم ليه بعد 2014 و2018 واللي خصوصا في مونديال 2014 قدر ان هو يسيب بصمته بعد التأهل من دور المجموعات والوصول لدور ال16 عشان يلاقوا منتخب اليونان واللي وصل بيهم المباراة لركلات الترجيح واللي قدر من خلالها كيلور نافاس ان هو يتصدر ركله الترجيح اللي اهلت بلاده لدور الثمانيه. وفي 2018 خرج منتخب كوستاريكا من دور المجموعات عشان تكون قطر 2022 هي فرصه لكيلور نافاس ان هو يكرر انجاز 2014 من جديد. نيجي بقى للمنتخب الكندي والفونسو ديفيز اللي ربنا يقومه بالسلامه ويلعب المنتخب، لان محدش قادر يتخيل شكل المنتخب الكندي بغياب الفونسو ديفيز. النفاس الفونسو ديفيز صاحب ال 22 سنه الغاني الاصل بعد اجتيازه اختبار الجنسيه في 2017 اصبح لاعب منتخب كندا الاول. لاعب بايرن ميونخ من 2018 واللي قدر يحقق معاهم السداسيه التاريخيه في سنه 2020. النجم الابرز في تشكيله منتخب كندا واللي اكيد بيحطوا عليهم املهم وطموحاتهم للتاهل من مجموعتهم في مونديال 2022. وفي المركز الثالث بيجي منتخب ويلز، وطالما قلنا منتخب ويلز يبقى اكيد جاريث بيل. جاريث بيل صاحب ال 33 سنه لاعب نادي لوس انجلوس والمنتقل من نادي ريال مدريد وصاحب ال 108 مشاركه دوليه وال 40 هدف في تاريخه مع المنتخب. هو اللاعب اللي قدر ان هو يطلع منتخب ويلز للساحه الكرويه اصلا. جيجز ذات نفسه قال لك على جاريث بيل ان اهدافه مدهشه وهو اللاعب المطلوب للصعود لكاس العالم. بيل صاحب الفضل الاول في التاهل لاول يورو في تاريخ منتخب ويلز سنه 2016، ومش بس كده هو قدر كمان ان هو يأهلهم لنص النهائي في البطوله دي قبل ما يطلع من زميله ساعتها في النادي كريستيانو رونالدو. جاريث بيل هو اكيد النجم الاوحد مش بس المنتخب ويلز ده في تاريخ منتخب ويلز. وفي المركز الثاني
والكوري الوحيد اللي الرجاله بتحبه يونج مين سون. الكوري الجنوبي بيبحث عن سجل افضل لمنتخب بلاده في كاس العالم، صاحب ال 30 عام بيلعب ثالث كاس عالم ليه، فبعد 2014 و2018 بيجي مونديال قطر. وفي المركز الاول البومبر روبرت ليفاندوفسكي، صاحب ال 34 سنه والحاصل على جائزه ذا بيست من الفيفا سنه 2020 وسنه 2021 وقائد منتخب بولندا، والباحث عن ذاته خصوصا بعد تخلي نادي بايرن ميونخ عنه وانتقاله لنادي برشلونه الاسباني. ليفاندوفسكي اكيد حابب انه يقول كلمته على ملاعب قطر في المونديال، واكيد هو النجم الاوحد لمنتخب بولندا. لو عجبتكم الحلقه اعملوا شير للفيديو واضغطوا لايك وقولوا لي مين اللي كان يستحق ان هو يدخل معانا القايمه النهارده، والسلام.